قول أقول قول. يعني أقعد أنظف التواليتات مال المنزل. بس الشهرة أوقات تجي تطفي الظلال على الإنسان، بلي لما تقرأ هالتعليقات، ولا لما تسمع هذا المديح، ولا لما تمشي بالشارع وتشوف المحبة، الإعجاب. تعرف أكو بعض الناس توصل مرحلة التقديس. فالإنسان اليوم لما كل يوم يسمع هاي الكلمات، أو أنت أثرت بي، أنت غيرتني، أنت نقلت حياتي، الكلمة اللي قلتها أثرت بي. الشهرة شنو سوت بحياة السيد علي الطالقاني؟ قبل كان صغير قرأ المقتل قدام عائلته، صح. اليوم دا يقرأ يمكن أو صوته دا يوصل للآلاف. الشهرة شو تسوي بحياة الإنسان؟ طبعا كوني يعني إنسان أحب الواقع، مم. ما أحب الميل للمثالية. أحترم المدرسة المثالية لكن ما أحب أكون مثالي، أحب أكون واقعي. نعم. في لحظة من اللحظات يوسوس لي إبليس. نعم. نعم. إنه شوف أنت اليوم كذا، أنت كذا، أنت كذا، شوف الفيديو الفلاني ايش قد وصل، شوف الفيديو، شوف شلون أنت من تسافر لدولة كيف يستقبلوك المواطنين أو شيء. موجود هذا الشيء ويوسوس لي، لكنه واقعا ما تدربنا عليه. وأصر على كلمة تدربنا. نعم. في النجف الأشرف ما تدربنا عليه في النجف الأشرف. أول درس نأخذه هو أن تكون لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هي التي تغنيك في كل شيء. ف من هذه الناحية ترجع تذكر نفسك يعني. لا، من تجيني هيك مسألة يعني أعرف. قول قول. يعني أقعد أنظف التواليتات مال المنزل، بلي أقعد أنظف تكسرها الحديقة يمكن شوي لهاي النفس، بلي يعني تحاول بلي تهذبها بلي شوية على مود أتذكر منو أني.